من ساعة ما هبط النادي الإسماعيلي وأنا سامع كمية صياح على السوشيال ميديا ومن المؤثرين على السوشيال ميديا إن النادي الأهلي هو أحد الأسباب الرئيسية لهبوط النادي الإسماعيلي، لأنه على طول بيفرغوا من النجوم، وإن مش بس الإسماعيلي الحقيقة، وإن الأهلي مسؤول عن إن الأندية الشعبية تقريبا 3/4 أو 90% منها اختفى وراح مع الزمن. وتوقفت عند بوست للأستاذ معتز الشامي، أو بوست هو مشيره عنده على صفحته، فيعني إذا هو مقتنع بوجهة النظر دي. البوست ده طويل جدا وبيتكلم عن أسباب كتيرة جدا لهبوط النادي الإسماعيلي، منها مثلا أندية الشركات ولكن بيركز على النادي الأهلي، وبيقول لك إن النادي الأهلي بيفرغ اللعيبة وبيفرغ الأندية من اللعيبة، والنادي الأهلي هيكون سبب من أسباب اختفاء الأندية الشعبية. يعني بيحاول كالعادة ان هو يتهم النادي الاهلي، وكالعادة اي مصيبة تحصل لاي نادي فالنادي الاهلي لازم يكون هو المسؤول، او لازم يكون من ضمن الناس المسؤولين عن هذه المصيبة. طيب انا دلوقتي هاخدك كده معايا في رحلة عبر التاريخ، اصبر معايا شوية واستحملني، لان الحلقة دي يا معلم حلقة توثيقية. الاسماعيلي كسب الدوري موسم 2001-2002، ده الجيل الذهبي للنادي الاسماعيلي، ومع طبعا مدرب كبير في هذا التوقيت زي كابتن محسن صالح. فنروح على مين؟ نروح على عم ترانسفير ماركت، نقول له يا عم ترانسفير ماركت من فضلك هات لي مواسم الانتقالات ابتداء من موسم 2001-2002. يعني خلاص الاسماعيلي خد الدوري، نبدأ بقى نشوف ايه اللي حصل في الانتقالات من لاعبي الاسماعيلي، وازاي الاسماعيلي كان فيه نجوم كتيرة جدا زي اللي احنا عارفينها، وفجأة اصبح حاليا في دوري المحترفين او دوري الدرجه الثانيه ايا كان المسمى. قبل ما اتكلم معاك على انتقال اللاعبين او خروج اللاعبين النجوم من النادي الاسماعيلي، انا عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا. قليل قوي لما بلاقي حد، او يمكن ما شفتش اي حد ذكرها ابدا، على ازاي الجيل الذهبي للنادي الاسماعيلي اتفشكل. الكابتن محسن صالح راح منتخب مصر، ما راحش الاهلي. واوعى اسمعك تقول لي يا عم طب ما هو كان في لعيبه مشيت ولاعيبه نجوم. السنه دي الاهلي معاه احسن لعيبه واحسن نجوم، بس ما فيش مدرب. ايه اللي حصل؟ هقعد بقى ادي لك الامثله اللي كلنا بقينا عارفينها خلاص. المدير الفني يجي نمره واحد، وبعدين نبدا نتكلم في اللعيبه. والبدايه من موسم 2002-2003، محمد بركات بينتقل انتقال مجاني لمين؟ للاهلي. استنى، للاهلي السعودي. طبعا انا مش هقول لك كل اللعيبه اللي مشيت كل موسم، انا هجيب لك النجوم، هجيب لك من الاخر كده اللعيبه اللي عليها الخناقات. فبدانا بمحمد بركات، انتقل الى النادي الاهلي السعودي موسم 2004-2000 او موسم 2003-2004. اسلام الشاطر راح الزمالك. عماد النحاس راح الاهلي. استنى ما تستعجلش، الاهلي القطري. طب تعالى موسم 2004-2005، عبد الحميد بسيوني بيروح فين؟ بيروح حرس الحدود. موسم 2005-2006، حسني عبد ربه بيروح على ستراتسبورغ 800,000 يورو. محمد عبد الله بيروح النادي الاهلي، النادي الاهلي بتاعنا. عمرو فهيم كان لاعب مؤثر جدا في النادي الاسماعيلي، راح فين؟ راح امبي. موسم 2006-2007، احمد فتحي راح شيفيلد يونايتد ب1,000,000 يورو كسر. طيب موسم 2007-2008، سيد معوض بقى، سيد معوض بيطلع على ترابزون سبور الاول اعاره، وبعدين بعد كده بيع نهائي. 2008-2009، حسني عبد ربه بعد ما رجع الاسماعيلي مره تانية بيطلع مره اخرى الى الاهلي الاماراتي. هاني سعيد بيطلع على الزمالك. موسم 2009-2010، الاهلي بيشتري شريف عبد الفضيل. طبعا فاكرين خناقه شريف عبد الفضيل، بيشتريه مقابل 1,000,000 يورو. موسم 2010-2011، احمد علي، طبعا فاكرين احمد علي كان لاعب مؤثر في النادي الاسماعيلي، راح فين؟ راح الهلال السعودي. موسم 2011-2012، عبد الله السعيد بينتقل الى النادي الاهلي ب800,000 يورو. حسني عبد ربه رايح جاي بيطلع اعاره لنادي اتحاد جده. معتصم سالم بيطلع على سموحه. موسم 2012-2013، كالعاده حسني عبد ربه بيطلع اعاره اخرى للنصر السعودي. احمد حجازي بيتباع لفيورنتينا ب1,500,000 يورو. احمد صديق بيروح الاهلي كانتقال مجاني. هل احمد صديق هتحطه برضه من نفس عينة الكابتن بركات والناس دي؟ اكيد لا. عبد الله الشحات لو تفتكروا كان لاعب واعد جدا، راح امبي. احمد سمير فرج، طبعا نفتكر احمد سمير فرج، وكان بادي في الاسماعيلي بداية قوية جدا، راح فين؟ راح ليرز البلجيكي. موسم 2013-2014، احمد خيري راح النادي الاهلي، عندنا النادي الاهلي بتاعنا
بتاعنا في نفس موسم الانتقالات احمد علي راح الزمالك، عمر جمال لاعب النادي الاسماعيلي طلع من النادي الاسماعيلي على النادي الاهلي، بس مش الاهلي بتاعنا احنا بقى، طلع على الاهلي بتاع ليبيا. موسم 14 15 محمد صبحي طبعا كان حارس مرمى الاسماعيلي، مش محمد صبحي بتاع الزمالك الحالي، كان محمد صبحي قديم شويه، بيطلع على سموحه. طبعا مين ينسى محمد حمص، طلع على وادي دجله. جون انطوي او على راي كابتن مدحت شلبي جون انطوي، طلع على نادي الشباب السعودي، طلع بمليون يورو فاصل 95 يعني تقريبا 2 مليون يورو. موسم 15 16 باهر المحمدي بيطلع على نادي الزمالك. موسم 16 17 مروان محسن بيطلع على النادي الاهلي مقابل مليون يورو. استنى ما تستعجلش، شوقي السعيد بيطلع في نفس موسم الانتقالات على نادي الزمالك. خلي بالك في ملاحظه مهمه جدا قبل ما اكمل يعني بقيه الانتقالات، انا ما جبتش سيره اللعيبه اللي الاهلي اداها للاسماعيلي، انا لو جبت لك هنقول لسته كبيره جدا، بس انا حبيت ارد على فكره بيفرغ. تعال معايا على موسم 17 18 عمال ادور على اسم الاهلي، هل الاهلي اشترى حد؟ الاهلي ما اشتراش حد. تعال نروح على موسم 18 19 هتلاقي ان ابراهيم حسن الزمالك اشتراه، مش ابراهيم حسن اخو حسام حسن يا جماعه، ابراهيم حسن تاني، ابراهيم حسن تاني كان لاعب على فكره جامد جدا في الاسماعيلي، راح على الزمالك. طب نكتفي بقى؟ لا، في نفس سوق الانتقالات بهاء مجدي للزمالك كان في لاعب على فكره مهم جدا في نادي الاسماعيلي في الفتره دي اسمه كالديرون، دييجو كالديرون، ده طلع على الفيصلي السعودي. طب تعالى على موسم 19 20 محمد عواد بيروح الزمالك في صفقه قيمتها مليون يورو فاصل 90، ومحمود متولي بينتقل للاهلي 820 الف يورو. طيب يلا بسرعه موسم 20 21 مفيش ولا واحد راح الاهلي في هذا الموسم. موسم 21 22 مفيش اهلي نهائيا. موسم 22 23 مفيش اهلي يا جماعه. موسم 23 24 الاهلي موجود مفيش اهلي برضو. موسم 24 25 الاهلي بيطلع اخيرا عمر الساعي 931 الف يورو، الصفقه اللي اصلا احنا كجمهور اهلي بيقول ان احنا اتضحك علينا فيها، يعني كأننا اللي هو ايه، خد يا عم 50 مليون جنيه وهات عمر الساعي يلا، اللي هو يعني تحس انها مساعدة متغلفة كده في شكل صفقة. وبالمناسبة عبد الرحمن مجدي في نفس الموسم ده راح على بيراميدز يعني. موسم 25 26 الاهلي برضو ما جابش حاجة. وبعد كل ده يطلع يقول لك ان الاهلي هو احد الاسباب الرئيسية في هبوط النادي الاسماعيلي، وان الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من نجوم. اللي بيحصل للاسماعيلي ده عبارة عن سوء إدارة. انت هبطت من الدوري مش عشان الاهلي بيفرغك من النجوم، عشان انت نادي فاشل اداريا، فانا غير مسؤول عن فشلك. وعلى فكرة هقولها تاني وقلتها قبل كده وانا مقتنع بده تمام الاقتناع، لان ده جزء من الكورة. انا النهاردة لما الاقي ان في لعيب كويس، لعيب مهم، ولعيب هيصنع عندي الفرق، وانا عندي الامكانية ان انا اشتريه، انا اروح اشتريه. ما تقوليش اصل انت بتفرغ. الكلام ده يا جماعه مش موجود في الكوره. يا اما بقى هنقول ان كل انديه اوروبا بتفرغ دورتموند، يا اما هنقول ان كل انديه البريمير ليج كانت بتفرغ ساوثهامبتون، وكان ساوثهامبتون ده دلوقتي زمان هو بطل الدوري الانجليزي. ليفربول نفسه في فتره من الفترات كان كل ما يطلع عنده نجم يتالق يتباع، واديك امثله زي ما انت عايز. ارجع زمان شابي الونسو راح فين؟ راح ريال مدريد، كان نجم خط الوسط في ليفربول. ارجع قبل شابي الونسو مايكل اوين راح فين؟ راح ريال مدريد برضه. تعال قدام شويه احنا قاعدين، سواريز راح فين؟ برشلونه. كوتينيو راح فين؟ برشلونه. ماسكرانو راح فين؟ برشلونه. هقعد بقى اقول ان برشلونه وريال مدريد بيفرغوا الانديه التانيه؟ ده يبقى عبط. بعد ما خلصت كل الكلام ده وحكيت لك على تاريخ الانتقالات المباشر ما بين الاسماعيلي والاهلي، لو انت لسه برضو هتخش بقى في منطقه تانيه من الحوار وتقول لي طيب الاهلي ما اشتراش بشكل مباشر، الاهلي راح اشترى اللعيبه من اماكن تانيه، يعني مثلا محمد بركات طلع من الاسماعيلي على الاهلي السعودي، من الاهلي السعودي على العربي القطري، لفه كده حلوه بتاعت سنتين، وبعدين الاهلي اشتراه. طب ما انت اشتريته اهو، انا مالي؟ انت خرجت اللاعب بتاعك، انت بعته، انت يا سيدي سبته من غير فلوس. بس طبعا في اغلب الاحوال هم كانوا بيستفادوا كاسماعيلي ماديا من اللعيبه دي. حتى الاهلي نفسه لما اشترى من الاسماعيلي بشكل مباشر زي ما شفنا، باستثناء لاعب او اتنين، كان بيدفع مبالغ محترمه. بص يا معلم، اللعيب خرج من عندك، انت خلاص انتهت علاقتك بيه. انا بقى اشتريه، الزمالك يشتريه، بيراميدز يشتريه،
اي حد يشتريه خلاص اللاعب مش بتاعك. وزي ما قلت لكم انا ممكن اقول لك بقى لستة تانية كبيرة جدا باسماء من اللاعبين اللي النادي الاهلي اداهم للنادي الاسماعيلي، بس انا مش عايز اضيع وقتك لان احنا اساسا طولنا جدا يعني. هو برضه انا عايز اقول حاجة يا جماعة يعني بالعقل، الاهلي بيفرغ الاندية، الاهلي كل مش عارف الجهات بتدعمه، الاهلي بيتعمل له كل حاجة، الاهلي مش مدي مناخ للمنافسة. ممكن اسأل سؤال، هو بيراميدز ده وضعه ايه بالنسبة لكم؟ مش بيراميدز ده نادي حاليا موجود وفرض نفسه وبيزاحم الاهلي على صفقات؟ ده هو حتى مش بيزاحم الاهلي على صفقات، ده هو بيخطف، او بلاش بيخطف دي، بياخد من الاهلي صفقات. واقرب امثله حصلت قريب عودة الفخوري وحامد حمدان. يعني الاهلي عادي ممكن تخش معاه في صراع على لاعب واللاعب يروح لك انت عادي. وعلى فكره كانت بتحصل زمان برضو مع نادي الزمالك عادي. وما تقوليش فلوسه بس، بيراميدز قعد قد ايه يشتري لعيبه ويبيع لعيبه ويجيب مدير فني ويمشي مدير فني، قعد قد ايه؟ ما هو كل ده بفلوس يا معلم، هو ده ببلاش؟ ما هو ده بفلوس. بس في الاخر لما جاب مدير فني صح، لما ابتدى يجيب احتياجاته صح، لما ابتدى يبقى نادي على المستوى الاداري والفني مظبوط، كسب دوري ابطال افريقيا عادي، نافس على الدوري مره واتنين وهيكسب الدوري. ممكن يكسب الدوري الموسم ده، ممكن يكسب الدوري السنه الجايه اللي بعديها لو فضل ماشي مكمل بنفس السيستم. انا بقول لك هيكسب الدوري مؤكد. لا الاهلي بقى عطل بيراميدز، ولا الاهلي عمل مؤامره كونيه لايقاف بيراميدز، ولا اي حاجه. بالعكس ده بيراميدز ده اصلا، ودي حاجه انا ما شفتهاش على مدار التاريخ، نادي اتعمل مكايده في الاهلي. كفايه كده كفايه كده عشان انتوا اكيد تعبتوا. ومعادنا باذن الله مع فيديو اخر، ويعني نرد بقى على المجره الزملكاويه، نحاول نكشف بعض الحقائق، مثلا نحاول نكشف التدليس اللي بيحصل احيانا. واوعوا تنسوا يا جماعه نهتم جدا باللايكات والتعليقات، في غايه الاهميه يا جماعه. وسايب لكم لينك قناتي على اليوتيوب تحت. طبعا انا عارف ان انا بقول الكلام ده وساعات الناس بتشوفني على اليوتيوب، فانا يا جماعه عندي صفحه على الفيسبوك، فالكلام ده موجه للناس اللي بتشوفني على الفيسبوك. انا عندي قناه على اليوتيوب، سايب لكم اللينك بتاعها تحت في التعليقات، يا ريت نروح ونشترك. سلام.